بلو جلitch زياد يعود اليكم في زي الجديد. في الحقيقه هو في زي الجديد عشان اوريدي غيرت التيشيرت. النهارده هنتكلم عن نوت 7. سامسونج اعلنت يوم 2/8/2016 عن نوت 7 الجديد، الجهاز اللي طبعا هيكون ذا تشيري اون ذا توب في عالم الهواتف المحموله. وده مش بس عشان شاشه كبيره او بروسيسور قوي، لا ده علشان دايما بيقدم افضل سبيسيفيكيشن ومواصفات لجهاز محمول على مستوى العالم اجمع. بلس حته الاس بن القلم هو مش مجرد قلم عادي انا ممكن اكتب بيه، لا ده القلم ده حراري. يعني انا ممكن من قبل ما المس الشاشه تقدر تعمل ديتكت لي، اقدر اكتب، اقدر ارسم، اقدر اقطع، اعمل هايلايت على حاجه، اقدر اكتب نوتة بايديا في برنامج الاس بن اللي هو اوريدي اتغير وعملوا برنامج جديد لنوت 7. والكلمه اللي انا كتبتها بالهاند رايتنج دي هيحصل لها كونفرتنج للديجيتال وورد، وده بحد ذاته ابداع. فالبوسيبيليتيز اللي القلم ممكن يعملها، يعمل كروب بقى، يساعدك في الفوتوشوب، حاجات كتيره جدا جدا. وده اللي اعتقد اللي بيميز النوت 7 عن غيره. فمش بس سبيسيفيكيشن لها القلم. وحاجه من الحاجات اللي النوت 7 قدمها السنه دي هو بيبقى دايما في طريقين، طريق الادفنتشر وده الشركات بتسلكه لما بتكون عايزه تقدم حاجه قمه الابداع وحاجه جديده مش الناس ما شافتهاش قبل كده، والسيف رود او الطريق الامن. يعني ايه الطريق الامن؟ الطريق الامن ده عباره عن اني بشوف الحاجه الكويسه اللي نجحت عني وبعمل كوبي بيست منها، بس بعمل التيميت فيرجن. بمعنى الاس 6 كان حلو، نجح جدا كديزاين، كسبيسيفيكيشن، برفورمانس، كاميرا، everything. فهم عملوا جالاكسي اس 7 يعتبر الالتيميت اس 6 واس 6 اتش. فاهمين الفكره؟ يعني هو جاب الاس 6 حسنه، ما غيرش فيه كتير، هو اكزاكتلي اس 6 بس شطبنا ال 6 وحطينا 7 مع بعض السبيكس الجديده. نفس الفكره بالظبط نوت 7 عملها من نوت 5 واس 7 اتش. بالمناسبه هو سامسونج فكرت انها تاخد الطريق الامن، وده ليه؟ ده لان الاس 7 اوريدي لو انتم عارفين عامل مبيعات كبيره جدا جدا جدا، ملايين الملايين، ورفع الارباح بتاعتهم 18% الكوارتر اللي فات. في مثل اجنبي بيقول لك if it is not broken don't try to fix it. ايه يا عم انت في النايل تي في؟ لا، الفكره لو حاجه اصلا اوريدي مش بايظه ما تحاولش انك تصلحها. فانت اوريدي الحاجه دي فرخه بتبيض ذهب وتجيب لك فلوس، كمل اكل الفرخه وزغطها وكبرها بدل ما تذبحها وتعمل فرخه جديده او وات ايفر. فاحنا قلبنا ليه كنتاكي فشخ. المهم فالنوت 7 هو يعتبر ابجريدنج للنوت 5 بشكل كبير جدا، هو مش توتال نيو فون. طب هم ضافوا ايه فيتشرز جديده؟ تعالوا كده نشوف مثلا مع بعض. اول حاجه الديزاين بقى كله اتش، ما بقاش في فلات وبقى في اتش، فدي تعتبر حاجه كويسه. ولو ان في ناس كانت بتفضل الفلات او في ناس كانت بتقول لك الفلات كان ممكن مثلا يبقى اقل في السعر اللي يخليني اروح للاتش، بس عموما انا شايف ان دي برده ميزه، لان كده انت تجبر الناس انها تمسك تكنولوجيا حلوه جدا اللي هي الادج سكرين او البيندبل سكرينز اللي طبعا شاشه الاموليد هي اللي بتقدمها. تاني حاجه الكالر الجديد عاملين فيه ازرق زي اللي احنا شايفينه على الشاشه ده دلوقتي. اللون ده شيك جدا وحلو جدا، وانا شايف ان هو اشيك واحد فيهم، يمكن افضل من الجولد كمان. اضافوا اللون البلاك اللي كان موجود في الاس 7 اتش. الاس بن مثلا زي ما انتم شايفين على الشاشه دلوقتي، انت بتقدر انك تترجم الكلام تبع جوجل، خدمه بالتعاون بين جوجل وسامسونج. بتقدر ان انت تحط القلم على الحته اللي انت عايزها يقدر يعمل لك ترجمه للكلمه، وده مفيد جدا للناس اللي بتحب تتعلم لغه او الناس اللي بتقرا انجلش كتير او وات ايفر لغه كتيره. دلوقتي بقى تقدر في حاجه اسمها سمارت سيلكت، تقدر تعمل صور متحركه، وطبعا بتقدر تكتب على الشاشه وهي مطفيه. وبالمناسبه الفيتشر دي اوريدي في النوت 5. حاجه مهمه جدا هم ضافوا الاي بي 68 سيرتيفيكت اللي بتخلي التليفون يبقى مقاوم للميه او ضد الميه. سوري انا ليا كونسيرن تعليق على كلمه ضد الميه دي. لو انتوا فاكرين تليفونات سوني كانت متميزه جدا في حته ان احنا بنعمل تليفونات ضد الميه وصون، بس العملاء كانت بترجع بالعبيط للستورز تقول له التليفون ده انا كنت قافل كل البورتس بتاعته زي ما انتوا قلتوا، نزلته في الميه 1 متر التليفون اتدشمل، غرق، شرق. طبعا البائعين ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، التوكيل ما كانش بيبقى في ايديه حاجه، وانت وحظك بقى لو رحت جعجعت وزعقت تاخد حقك، ما عملتش كده ما حدش هيعبرك. فما كانش ليها كونسبت واضح، ما كانش ليها جايد لاين صريح. هل الفيتشر دي بتسمح لك انك فعلا تحط تليفونك تحت الميه ولا لا؟ انا عارف ان في ناس هتقول لي ان احنا نزلنا تليفونات تحت الميه وما حصلهاش حاجه. انا واحد من الناس اللي جربت كده مع واحد صاحبي، كنا نزلنا مره البسين واصلا ميه الكلور كمان غلط، بس جربنا واشتغل وما كانش فيه اي مشكله. بس الشاهد من الموضوع سامسونج بتقول ان احنا عملنا تليفون ووتر ريزيستنت، وبيماركتوا عليه انك انت مش مجرد هتحط التليفون تحت الميه، لا ده انت كمان هتكتب بالقلم تحت الميه اللي هو اوريدي اي بي 68 سيرتيفيكت. واو تحفه، اكشلي الفيتشر دي تجنن.
الايرس سكانر، وقفه صغيره. مين فاكر لوميا 950 اكس ال؟ وكان قبليهم كان تليفون تقريبا شركه ميزو او وات ايفر براند تشاينيز، هم اول شركتين في العالم يقدموا الايرس سكانر. والايرس سكانر يا شباب عشان الناس اللي ما كانتش فاهمه، في حاجه كانت جوجل عاملاها اللي هو الفيس ريكوجنيشن اللي كان نازل في الجيلي بين او في الايس كريم ساندويتش، كنت بتفتح الكاميرا بالصوره بتاعتك. بس دي طبعا كان فيها عيوب تقنيه فشوخه، انت كنت ممكن تفتح بالصوره بتاعتك. انت اوريدي انا عايز اقول لك ان كان في تليفونات بتحط قدامها اي وش كانت ممكن تفتح، والحوار ده حصل معايا في تليفون بدون ذكر اسماء يعني. الايرس سكانر فكرته حاجه تانية خالص، هو ان المستشعر ده القرنيه بتاعه العين، وده معناه انك انت لو طافي النور او لابس نظاره شمس او في اي كونديشن، الاشعه تحت الحمراء دي بتطلع تشوف بصمه عينك. انتوا عارفين ان كل بني ادم ليه بصمه عين، بصمه ايد، بصمه سره اي كلام. بس فانا بقول لك ان الفيتشر دي هم ضافوها، دي بتسمح بسكيورتي اكتر نسبيا، ولو انها برضه ستيل بطيئه وستيل انريلايبل مقارنه ببصمه الايد. ستيل بصمه الايد اسرع بكتير، ما زالت اسرع. ف فيتشر كويسه كنا سمعنا قبل كده لو انتوا فاكرين انها تضاف في الاس 7 وما نزلتش، وكنا شفنا براءة الاختراع بتاعت سامسونج اتسربت بس ما استخدموهاش. طيب السكيور فولدر برضه دي حاجه مهمه جدا. سامسونج ليها خدمه اسمها نوكس، خدمه حمايه كانت نازله اصلا اوريدي للبيزنس وللشركات، الناس اللي تليفوناتها المفروض انها تبقى ضد الاختراق عشان بيبقى عليها بيانات مهمه وكده. بس زي ما انتم شايفين المنظر قدامنا اهو، الناس اللي واخده بالها، عندنا جاليري، عندنا كاميرا، عندنا كونتاكس. وبالمناسبه الحاجه اللي بتسيف في السكيور فولدر، انت بتضيف، انت السكيور فولدر ده بيبقى موجود عندك، بتبدا انك تعمل له استابلش، بتبدا تضيف ليه الحاجات اللي انت محتاجها. الكونتاكس مثلا لو سيفت كونتاكت على السكيور فولدر مش هيبان لك على الكونتاكس العاديه، فوتوز، فيديوز اند سو اون. حاجه من الحاجات اللي اتضافت في النوت وبحب ان انا اكلمكم فيها هي الاتش دي ار او الهاي دايناميك رينج او المعدل الديناميكي او المعدل المتحرك. باختصار هو ان الكارز تبقى فيري بوب اب، والمعدل المتحرك يعني الحته اللي فيها جادوز، الحته اللي فيها اضاءه، الحته اللي مش باينه، الحته اللي باينه، الحته الجامده. فمثلا لو انا واقف في مكان ظل، اللي مش اتش دي ار مش هيبين لي الديتيلز اللي في مكان الظل، انما لو اتش دي ار هبقى انا منور والمكان الظل منور، وهكذا. دي فكره الهاي دايناميك رينج. بدل ما يبقى في حته غامقه جدا وحته فاتحه جدا، لا، الحته الفاتحه بتضلم بحيث السحب تبان مثلا في السماء، والحته الغامقه اللي مش باين فيها ديتيلز تنور، فاشوف الديتيلز والتكستشرز بتاعت الحيطه بتاعت المبنى. مثلا انا بصور لاندسكيب شارع، التليفون ده بقى يقدر يصور هاي دايناميك رينج. نرجع تاني، بقى يقدر يصور هاي دايناميك رينج وبقى يقدر يعرض هاي دايناميك رينج، وده معناه ان الشاشه الاولد اللي هم مستخدمينها السوبر اموليد الاورجانيك لايت ايميتنج دايود ليها بلاك، يا زيرو بلاك يا اما اتليست 0.0005. فاهمين الفكره؟ المفروض ان انت الشاشه بتاعتك تبقى بلاك جدا والكونتراست بتاعتك تبقى عاليه جدا برضه، يعني عشان انت لما تيجي تتفرج على مشهد فيه شمس تحس ان الشمس شديده قوي، فانت تبقى قدام التلفزيون عايز تعمل عينك كده كانك بتتفرج على مشهد حقيقي، كان التلفزيون بقى شباك على مشهد حقيقي. بنشوف اكسسوارز تفكركم بايه دي؟ فاكرين موتو زي اللي تم الاعلان عنه شهر 6 يوم 9/6/2016؟ شركه موتورولا كانت عايزه تعمل فكره الموديولار فون، فحبت انها تعمل تليفون هو سمارت فون جامد جدا، اوبشن رهيب ومن اشيك التليفونات اللي نزلت لحد دلوقتي، وسليم جدا 5.2 مللي. ونفس الفكره اكزاكت، نفس اللي سامسونج عاملاه بالظبط، وبتقلد في موتورولا سامسونج. كفايه تقليد، بغبغانات مش بالمناسبه سامسونج بره بيسموها كوبي كاتس، يعني بغبغانات يعني اللي بتقلد. طبعا الجالاكسي نوت 7 بيدعم الفولكن اي بي اي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس اللي بيسمح للديفلوبرز ان هم يرندروا جرافيك اعلى واقوى ب3 مرات من الجرافيك العادي، تحط تكستشرز اعلى، تشوف ديتيلز جرافيك اعلى. ده الاوبن جي ال العادي اللي بيستخدم في كل التليفونات بكل كروت الشاشه القليل منها والضعيف. هنا مثلا هتلاقوا ان الارض هنا بتلمع زي عليها ميه او حاجه، هنا مفيش. هنا مثلا هنا في بلور، هنا مفيش بلور، لكن هنا في بلور. كل ده بتبقى بتحتاج فلوبس اكتر في الجي بي يو، بتحتاج شادر اعلى، بتحتاج كورس اقوى. الفولكن اي بي اي بيساعدك انك بنفس الهاردوير بتطلع جرافيك اعلى بكتير، وبيستغل الهاردوير بتاعك تو ايت فليمن. ميزه تانية من المزايا المهمه اللي سامسونج نوت 7 ضافها هو الكارت الميموري. هو نوت 5 ما كانش فيه كارت ميموري. ايوه ما كانش فيه كارت، ما كانش بتحط له كارت، انت بتاخد 32 جيجا او 64 او وات ايفر الفيرجن اللي انت هتجيبه وبس. ففكره انك تضيف كارت ميموري للنوت 7 دي كانت ميزه من المزايا الكويسه جدا. التليفون بقى يدعم الفي ار الجديده زي ما انتم شايفين على الشاشه دلوقتي. مش عارف ليه حاسس انها مصطفى محمود،
في الحقيقه انت مش شايف اي حاجه غير المعروض قدام عينيك. فيرتشوال رياليتي، بمعنى تحط التليفون على عينيك، تلبس بتاع الفشوخه، الجهاز الشيك قوي ده اللي بقى يدعم USB عاديه، USB تايب سي، تلبسه تبص يمين تلاقي الشاشه بتحدد معاك يمين، تبص شمال تلاقي الشاشه بتحدد معاك. الموضوع ممتع مرعب غريب وبيخليك تصدع. ف على الفي ار الجديده الريزوليوشن بتاعها المفروض ان هو احسن شويه، ايفن لو هو سيم اعتقد، بس الكواليتي بتاعت الكونتنت المعروض اعلى بكتير، الالوان بقت احلى، الميكانيزم بتاع تشغيل الفي ار بقت واقعيه اكتر. ما اتكلمناش على الكاميرا بتاعت النوت 7 لانها اكزاكتلي سيم كاميرا بتاعت الاس 7 والاس 7 ايدج، مفيش اي تغيير في اي حاجه، اللهم الا انها بتقدر تصور هاي دايناميك رينج فيديوز بس. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل انت تدفع $350 بس لمجرد ان تليفونك بقى عنده الابيليتي انه يكتب تحت الميه، ينزل تحت الميه، USB تايب سي، البطاريه بقت اعلى 500 ملي امبير، والجهاز بقى ايدج؟ ايه تاني؟ لو انت قارنت بين الجلاكسي نوت 7 والجلاكسي اس هتلاقي ان اكزاكتلي الاس 7 بالظبط هو نفس البورده بتاعت النوت 7، ودي حاجه مش كويسه لان النوت 7 كان متوقع انه ينزل ب 6 جيجا رام، ون بلس 3 دلوقتي بقى 6 جيجا رام، الكاميرا بالظبط 12 ميجا بكسل، اف ستوب 1.7، سنسور اي ام اكس 260 سوني اللي مصنعاه، 6 عدسات، اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، بيصور 4K، اكزاكتلي سيم الكاميرا الموجوده في الاس 7. فهي فكره انت بتفضل. انا شايف ان النوت 5 دلوقتي اللي بيبقى اراوند $600 $550 ستيل فيري باورفول الواحد يشتريه ويوفر، لو انت مش محتاج الاتش دي ار فيديو، لو مش محتاج تنزل بتليفونك تحت الميه، لو ال 500 ملي امبير مش فارقين معاك قوي، يعني ما تدفعش $350 زياده. التليفون ده ينزل في مصر اراوند 9000 9500 او 10000 جنيه، غالي جدا جدا جدا. بس دي كانت مراجعتي لجالاكسي نوت 7، احب ان انا اسمع رايكم في الكومنتس. بالمناسبه اصلا الفيديو ده عشان اعمله صدع تربنتين ابويا، يعني انا بحط الويب كام واحط الكاميرا واقعد 30 مره عيد، فانت هتدي لايك وهتدي سبسكرايب غصبا. والى لقاء اخر ان شاء الله. انا زياد بلو جلitch، اشوفكم الفيديو الجاي.